نفسك وذاك، يلا افتح بداية، انسى همك كفاية وغير جو. شباب شباب شو، يلا جو، يلا افتح بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الفقرة المتجددة لك وعليك، وضيفنا لهذه الفقرة الأستاذ محمد بن عبد الرزاق العوهلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا هلا فيك، ساعة مباركة. شرفتنا حبيبي. ففي البداية راح نتكلم عن الشيزوفينيا، زي حقة الانفجار الصخري اللي هي المشكلة ما في باتشي ولا كان ركبت لك هنا. أنت صاحب برنامج شوية غير. نعم. ودي تعطينا نبذة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة برنامج شوي غير أمانة كانت بالنسبة لي، أنا رجعت من الابتعاث، تعرف كنت هناك ماسك النادي السعودي، وكنت ماسك أيضا المركز الإسلامي في جنوب غرب بريطانيا، فكان نشاط جدا عالي. لما رجعت السعودية كنت حاسس أن في عندي طاقة، وعندي فكر أو عندي معلومات ودي إني أوصلها للمجتمع، ودي إني أحرك في المجتمع. فقلت بدال ما ألعن الظلام ودي أقيد شمعة. ماني عارف كيف أبدأ بداية صحيحة أساس أوصل المعلومة أو أوصل فكري للناس. جاء يوم من الأيام وصلني مقطع على اليوتيوب كانت مشاهداته 1.5 مليون، فزي شايف اللي قال وجدتها، قلت وجدتها، هذه هي الوسيلة اللي من خلالها أنا أقدر أوصل معلومتي للناس. فكان هدفي مليون مشاهد لمعلومة مفيدة. كان حطيت هدف بسيط انه نبغى نوصل مليون، لانه يقول لك 2% من اي مجتمع اذا تعدل فكرهم وسلوكهم صلح باقي المجتمع. يقول لك هل وصلت الى هذه النقطة؟ الحمد لله انا وصلت المليون. طبعا بعدها اصيب والدي بالشلل. طبعا اسم شوي غير، بس انا كان عندي فيه فلسفة شوي غير، انه الاختلاف بعض الناس يعتقد انه اختلاف صعب. اختلاف بسيط في حياتك احيانا يؤثر معك تاثير كبير. هو زي زاويه الانحراف سبحان الله في انطلاق الصاروخ. درجه واحده في هذا الصاروخ بعد 10 سنين او 15 سنه ستجد انك نزلت في كوكب مختلف عن زملائك. فهي مع الزمن شويه اختلاف، بس زي حتى الراديو، انت لو حطيت الاذاعه 101 او 101.9 تسمع 101 او 102، بس تحرك فاصلة واحد ستسمع إذاعة القرآن الكريم مثلا، ستسمع شيء مفيد، في شيء التغير البسيط، تغير بسيط ولكنه للأمام يعني. نعم. طيب أنت جربت منصة اليوتيوب أو الإعلام الجديد، وأيضا الآن وسابقا تجرب الإعلام التقليدي إن صح نعم. العبارة. كيف تجد التجربتين وأين تجد نفسك؟ والله شوف، أنا أجد نفسي في الثنتين. يعني أنت في لكل مقام مقال. حتى لو تلاحظ شكل برنامجي في اليوتيوب مختلف تماما عن أدائي وطرحي في الإذاعات أو في الإعلام التقليدي إن صح التعبير، أو الإعلام الرسمي. اليوتيوب له منهجه، له طريقته، حتى تعدلت طريقتي كثير، تعلمنا منه كثير. الآن صار يقول لك لا تسوي أكثر من 3 دقائق لليوتيوب. فاليوتيوب طبيعته يحتاج إلى وجبات سريعة، وأيضا تشد فيها جمهور. أنت لن تضمن هذا المشاهد يجي لقناتك. هنا أنا حاط على قناة بداية، لأنه بداية لها جمهورها، ليس فقط محمد العوهلي. فأنت نسبة ظهورك من أجل يمكن القناة أكثر من اللي يجي لشخصك. هناك الموضوع أصعب. أنا إذا ما شديتني أنت في خلال أول 5-6 ثواني أنا رحت منك. فالصعوبة أنك تجيب الناس لقناتك، وأيضا الصعوبة أنك تمسكهم في أول 5 ثواني. فالتحدي في اليوتيوب أكبر. هل لك مشاريع أخرى في اليوتيوب أو في المنصات الاجتماعية؟ أي نعم. أنا يعني ساهمت في أكثر من عمل. أيضا لي الآن فيلم قصير، فيلم تربوي سينتج قريبا، وراح أبدأ بسلسلة إنتاجات تربوية لكن على شكل أفلام قصيرة بإذن الله. أنت ذكرت قبل قليل شلل والدك أشفاه الله. آمين. وأنا أعلم أن هذه القصة غيرت حياتك. كيف غيرت حياتك؟ طيب، أبوي الله يشافيه ويعافيه هو دكتور في جامعة الملك سعود، ويعني متخصص في الكيمياء. والدي الله يشفيه كان وقتها متقاعد. طبعا أكثر الدكاترة طبيعتهم ناس أكاديميين وبسيطين في الحياة العامة.
مركزين تماما على الطلاب وعلى الدراسة. فأنا كنت شخص يعني اشتغلت في وكالات سيارات كلها لسيارات فخمة، طبيعتي أحب هذه الأشياء. فكنت أقول لوالدي يبا يا أخي عيش حياتك، يا أخي اشتري لك سيارة زي الناس، عدل سيارتك هذه، غير سيارتك يا أخي، إلى متى وأنت ما أنت عايش الحياة؟ لأنه كان عنده سيارة قديمة بسيطة تناسبه هو وتناسب احتياجاته. فكنت اضغط عليه انه يا يبا يا اخي عيش حياتك، يا اخي عيش حياتك، يا اخي الفلوس هذه اللي انت حاطها ترى بكره يعني بعد عمر طويل ترى بيلعبون فيها البزارين، الورثه بيشترون فيها تكرم جزم، استانس فيها انت اولى. وكنت اقول له كثير عيش حياتك. لما اقتنع رحنا لوكاله معروفه للسيارات الفخمه واشترينا السياره. اليوم كان المفروض يستلمها بعد بكره الصباح كان جاي يزورني الفيلا قبل لا يستلم السيارة. دق على أمي علشان يروحون يستلمونها سوا. الوالدة كانت نايمة لأنه كنا في الشرقية، فقال خلاص أجل بجي الفيلا محمد وبالليل بروح أجي أستلمها أنا وياك إنه مع أمي. جاني الفيلا سبحان الله، زلق بالفيلا عندي وانشل شلل رباعي. إذا أنت سكت السيارة والدي ساقها. بعد شلل والدي اكتشفت إنه والدي كان يجي يقول لي يا محمد أنا تكرم خذ كل فلوسي بس بروح تكرم الحمام لحالي. أنا بروح لحالي ما بي أحد يتكشف علي. طبعا احنا نغير له أو يعني الله يشافيه ويعافيه. اكتشفت إنه أنا يا أخي قديش كنت فاهم الدنيا غلط. واحد بيدفع كل فلوسه ملايين يبغى يدفعها بس عشان إيش؟ عشان يروح حمام تكرم مكرم السامعين. اكتشفت إني أنا قديش كنت فاهم الدنيا غلط، وكنت إنسان سطحي وإنسان صراحة يعني ما أعطي أشياء أهمية، وما كنت أستشعر لما أطلع تكرم من دورة المياه وأقول الحمد لله ذهب عني الأذى وعافاني. كلمة بسيطة زي هذه ما كنت أعيشها. لما تقول الحمد لله لأنك وبسم الله لما أنت تاكل بيدك شيء بسيط أنت تسويه يمكن أنت مو حاس. لما يجي إنسان قدامك كان يمشي ويروح ويجي يفقد هذا كله ويجي يقول لك مثل هالكلمة انه انا ادفع كل الملايين اللي عندي بس عشان اروح دورة مياه. اكتشفت ان انا انسان اقسم بالله العظيم يعني كنت للأسف اقولها انه كنت يعني حاط معايير للدنيا، معايير جدا سطحية. والحمد لله اللي صار هذا اول شيء فادني من ناحية انه والدي الان ان شاء الله انه في غسيل ذنوب مستمر. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النهر وانه اللي يغتسل او يتوضا انه كانه على نهر جاري ويصلي الصلوات الخمس. فاقول لوالدي انك انت في وسط النهر، مو بس 5 صلوات، اقول انت في وسط النهر، انت مبتلى، فانت النهر ان شاء الله شغال عندك في غسيل ذنوبك. بعدين والدي صار يقول صرت احس في بركم. اول انا طيب اروح واجي وهذا تبوس يدي تبوس راسي ويعطيك العافيه يعطيك. الان سبحان الله هذا الابتلاء قربكم لي، فصرت اشوف حنانك علي، صرت اشوف عطفك يا محمد. اول انت انسان تدخل وتروح وترجع قايم لكن ما احس في البر. فاليوم لما انا اشيلك وانا اوكلك وانا اقطع شغلي كله واجيك واقوم الصباح بدري علشان اجي اغيلك، فسبحان الله لعلها كان مصيبه لكن كانت فرصه لنا انه نوري والدنا برنا، وفرصه له انه يلمس هذا البر ويستمتع فيه. المصيبه التعود على النعم وعدم شكرها. وكيف حالك؟ نقول والله لا جديد، بل نحن في نعم متجددة. في زحام من النعم. اي والله في زحام من النعم. اسال الله ان يشفيه وان يكون ما اصابه كفاره له. برنامجك شويه غير، كان تريد ان تحدث تغيير ولو بسيط في المجتمع. نعم. كيف ترى المجتمع انت وانت قلت انه مجتمع راصد وناقد وما بين الاصلاح؟ كيف تفسر لي هذه العلاقه؟ طيب المجتمع امانه احنا ما نقدر نحطه في شاكله واحده او في قالب واحد. من استهدفتهم في برنامج شوي غير كنت اتعشم فيهم وتفاجأت صراحه. يعني الناس كانت تقول لي انت اذا ما طرحت محتوى كوميدي، كان وقتها الكوميديا هي اللي طاغيه، فكان اذا ما طرحت محتوى كوميدي الناس لن تتقبلك، يجيك انتقاد، راح يجيك ناس تتكلم عنك، راح يجيك. لكن امانه تفاجأت بحجم الناس اللي كانت مؤيده الفكره. والى اليوم والله العظيم واحد اليوم كاتب لي سبحان الله بالصدفه، كاتب لي يا اخي فقدنا برنامجك، مع انه البرنامج انا موقفه من فتره. الناس تقول لك احنا فقدنا هذا البرنامج، فهذا دليل انه الناس متعطشه للشيء المفيد وللقوالب الجديده للافاده. انا مستمتع بتجربه شوي غير، لذلك سيكون هناك تجارب جديده باذن الله.
من الاستفاده اللي استفدتها في تشويق. انا مستمتع معك والله، لكن لابد ان ننتهي، الوقت داهمنا. ننتقل الان الى الفقره التاليه. شكرا جزيلا لك اخي محمد. شكرا حبيبي. شباب شو الله يعافيك يا حبيبي، الله يعافيك، الله يجزاكم خير. الله يعافيك. خلونا ها وش تقول في ديتشن كلنا صافين سرع اللي تشوفه يا حاتم، اللي تشوفه كلنا كفو. شو اسمه، ناخذ كلمه بس يا جماعه. يلا لا ابو سلمى، طيب كلمه بس. لا تعال تكفى.